ما جاء اعرف شنو. اجى الوالد يعني للبيت مالتنا، اللحيه مالته اللي هنايه، الظافر مالته طولا يوم ورا يوم. اي نعم، بالليل ما نعم. هذا اللي يمر عليك الليل كله، هذا اللي يمر عليك. اي شنو هالحكي هذا اللي بيه ما ادري. هسه تشوفنا عاده، تشوفنا شويات لو ما تشوفني صدق. هاي بالليل اخذها من 12 ورا، من 11 ورا، من 12 ورا، من انام والباب ينسد علي، اقوم اهذرني. شو تريدون من عندي؟ وانا ما مسوي شيء، ودخيلكم ودخيل الله، وانا شو تريدون؟ انا حاضر، صلاه صوم. غسلناه وكفناه وعلى حسب الاصول، وطلعنا به المستشفى الصدور العام، سوى له شهاده وفاه، والدكتور يعني اخذ من عنده اعلان قال يا بوفاته يعني فعلا. اي فطلعوا بي دفنوه بالنجف، من دفنوه بالنجف ورا يومين اجوا ورانا. من ياخذوني على ذاك المكان ويودوني واحضر نفسي بهذا القبر اللي دافنيني واقعد، يلا احس. اي انفض نفسي تراب، يعني انفض نفسي تراب على رجلي، على وجهي، على حلقي، واقول الحمد لله والشكر. اقوم اقرا سوره الفاتحه ما كذلك اتنفض، واقول الحمد لله رب الشكر، واشيل ايدي فوق للاله، اقول الحمد لله من رجعت لي الى عائلتي سالم. رغم حالة الموت المتكررة إلا أن أبو محمود يعاود العمل ليعين عائلته التي أخذ الإرهاب معيلها الوحيد، ومتمسكا بالحياة رغم كبر السن وصحته المتدهورة وفقر الحال. إنه رجل يختلف عن باقي البشر، فهو يملك 4 شهادات وفاة صدرت من مستشفيات مختلفة. ليس غريبا على هذه الحياة أن تجعلنا نشاهد العديد من الأعاجيب والغرائب، ولعل حالة أبو محمود واحدة من الحالات الغريبة التي تحتاج إلى تفسير علمي وبدقة. فرجل يموت ل4 مرات ويعود إلى الحياة، إنها حكاية تجعل العقل يتوقف. علي الشيال، قناة الفيحاء، ميسان.